اللي ما سمع هاي الطرقاعة خلي يجي يسمعها. قسما بالله طرقاعة. اللي أمامكم بالصورة هو علي الفتلاوي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سياسيا، وعضو حركة أنصار الله الأوفياء فصائليا، الاثنين جامعهن سوا. هذا الشخص سوى له من طرقاعة وعبر الإعلام بقنوات الإعلام الرسمية. اسمعوا الفيديو. تدري الذنب هو ساتر العورة كلها، يستر العورة، لكن تدري شلون ذنب؟ يستر العورة. لكن اليوم الذنب اللي يسمونه هسه بعض المنصات، من اللي قاتل الامريكان؟ قاتلتها هاي الناس. اثنين، تدري يا سيدي الكريم والافضل بانه اذا يردون يسمون الذراع او الذنب، اول ذنب واول ذراع كان ابراهيم عليه السلام. ابراهيم بالعراق مولود بالعراق، وخيراته من العراق واكله وشربه، وراح للسعوديه يصيح اللهم اجعل هذا البلد امنا. خب وهذا بلادك اولى بيك. قسما بذات الله طرقاعه. هسه هذا ما ادري ياهل قايل له انت ذيل، ما ادري هو يتفاخر بيها وجاي يبرر، بحيث طلع على قناه اعلاميه حتى يبرر لنفسه الذيل او الذنب. طب بالاسلام صمت صمت، يعني اساء للنبي ابراهيم عليه السلام على الاعلام. زين شنو عليه السلام وشنو انت موجه اساءه للنبي؟ لا وفوق هذا كله انت مشكك بكلام الله. فتعال خليني افهمك حبيبي. اولا النبي ابراهيم عليه السلام عاش قبل آلاف السنين، ما كانت بذاك الوقت هنالك دول قومية بالمعنى الحديث، يعني مثل السعودية والعراق. يعني النبي من هاجر من بلاد الرافدين الى مكة ما كانت اكو دول، كانت اكو مناطق، كانت اكو قبائل، كانت اكو مدن فقط، بس هذا الموجود. دعاء النبي ينذكر بالقرآن الكريم بسورة البقرة، ودعاء النبي كان أن يجعل الله مكة مكانا آمنا للمسلمين ومركزا للعبادة. فهذا هو كلام النبي والمقصد من دعائه. بذاك الوقت قبل آلاف السنين ما كان دعاء النبي لدولة قومية، بل كان لمكة وللمكان اللي بيه المسلمين اللي هو بيت الله. فأنت اجيت على مود تبريرك أسقطت المفاهيم الحديثة كلها على زمن قديم، واجيت على مود تبريرك أسأت للنبي إبراهيم وأسأت للإمام علي عليه السلام. هسه جايكم بالمقطع مال الإمام، وأسأت للقرآن الكريم وشككت بالله عز وجل، لأن هذا الدعاء اجى بالقرآن الكريم كلام الله. أنت هسه ما شككت بس بنبي ولا سئت بس النبي، انت شككت بالنبي، اسأت لله واسأت للقرآن الكريم، كلهن بوقت واحد. لا ومو بس هاي، اسمعوا تكملة الفيديو. حتى علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب من الحجاز، واجى للعراق وقاتل في العراق وخلى البيت مالته قبال قصر الاماره، وقاتل قصر الاماره. سيد الكريم خلي يميز، يعني هم لازم، يعني بهالحاله لازم هم نشكر على الامام علي، وحتى علي ما اشكر على حتى علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب يميز، يعني هم لازم، يعني بهالحاله لازم هم نشكر على الامام علي. قسما بذات الله كارثه. يعني اشكل على الامام علي سلام الله عليه هم نفس الحاله. يعني هذا لو اني اكون ذيل وتحترموني او ادافع عن مبدأ كلمة ذيل او ذنب، لو اطلع لكم الائمة كلها ذيول، واطلع لكم الانبياء ذيول، واطلع لكم الدين كله ذيول، واسيء للانبياء واسيء للائمة واسيء للقرآن واشكك بالله، لو تحترموني كذنب وذيل. هذا على حكي اذن انبياء الله كلها ذيول، لان النبي يوسف عليه السلام انولد بكنعان وعاش بكنعان اللي هي تعتبر فلسطين اليوم. بعدها من باعوا اخوته سكن وعاش بمصر ودعا لها مصر، المسلمين اللي موجودين واللي توحدوا بمصر وقاموا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ذيل بنظره النبي يوسف ذيل، استغفر الله يا رب العالمين. لكن أنا رسالتي إلى القضاء والدولة، قبل أيام من طلعوا بعض الأفراد اللي هم أساءوا إلى مراجع، كلكم لميتوهم من الشوارع، واللي أساءوا إلى شخصيات دينية كلهم أيضا حجزتوهم وتعامل وياهم وفق القانون ووفق الإساءة إلى مراجع دينية والإساءة إلى رجال دين. آمنا بالله. زين هذا الشخص اليوم اللي أمامكم أولا طالع بقناة إعلامية
يعني القضاء يشوفه والدولة تشوفه والمواطنين يشوفونه. أولا أساء للنبي إبراهيم عليه السلام، ثانيا شكك بالقرآن الكريم، وثالثا وجه إساءة لله عز وجل. كارثة اليوم هاي، إساءة للدين، إساءة إلى الأنبياء، إساءة إلى القرآن الكريم اللي إجا به الدعاء، إساءة إلى الله عز وجل. اليوم الأنبياء كلهم معصومين، كلهم عندهم وحي من عند الله ويأتمرون بأمر الله، ما يسوون فعل ولا يقولون قول إلا ما كان من الله عز وجل. رجع هذا الشخص شكك بالإمام علي، أشكل على الإمام علي. هسه يا عالم يا ناس، أنا أوصل كلامي إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وأوصل كلامي إلى القضاء، مثل ما تعاملت ويا الناس اللي تسيء لمراجع الدين، أن تتعاملون ويا الناس اللي جاي تسيء للدين ذاته، الناس اللي جاي تسيء للأنبياء، الناس اللي جاي تسيء للأئمة وعبر القنوات. هل القانون راح يطبق عليهم مثل ما طبق على الأفراد اللي أساءوا إلى المراجع الدينية؟ هل المراجع الدينية هم أعلى من الإمام علي سلام الله عليه وأعلى من النبي إبراهيم استغفر الله؟ هل يطبق القانون على هؤلاء وما يطبق اليوم على علي الفتلاوي؟ فكارثة قسما بذات الله اليوم من يطلع شخص يسيء للدين ويسيء للقرآن ويسيء لله عز وجل ويسيء للإمام علي، وعلى قناة عراقية، ويشوف القضاء وتشوف الدولة وتشوف القوات الأمنية ويشوف وزير الداخلية وتشوف هيئة الإعلام والاتصالات، ويسكتون على هذا الموضوع. لعد بعد ليش تلزمون الناس اللي جاي تسيء للمراجع؟ إذا أكو ناس جاي تسيء للأنبياء وللقرآن ولله وللإمام علي عليه السلام، ليش أنتم تعاقبون ذولا وذولا عايفينهم؟ هل القضاء موجه على ناس وعايف ناس؟ احنا ننتظر الإجراءات القضائية اللي راح تتم بحق هذا الشخص اللي وجه إساءة كاملة عبر قناة عراقية. فخلينا نشوف إجراءات وزارة الداخلية والقضاء بمعاقبة هذا الشخص. أما ما يتعاقب هذا الشخص باكر عقبه لا تطبقون القانون على الأشخاص اللي يسيئون للمراجع. إذا الله عز وجل وانبيائه والأئمة مالته جايين تسائلهم وأمامكم وأنتم ساكتين، فخلينا نشوف إجراءات وزارة الداخلية والقضاء بهذا الموضوع. واللي صدر يوم أمس على قناة العالم كله شافه والعراق كله شافه والقناة عراقية.